اسمي أحمد السلموني، مخرج مسرحي معتمد من وزارة الثقافة. أنا شغال مسرح بقالي أكتر من 23 سنة. بخرج السنة دي مسرحية ترابيزة العشاء لفريق مسرح كلية خدمة اجتماعية. فريق مسرح كلية خدمة فريق عريق قديم من زمان، ودايما بيحصل على مراكز وجوائز كتير. وكان حصل على آخر مهرجان شارك فيه المسرح، كان فريق خدمة مشارك فيه يعني، كان حصل على المركز الأول، وانت اللي بعمل لهم العرض. والسنة دي إن شاء الله بنحضر حاجة إن شاء الله يعني نتمنى إنها تنول إعجاب كل المتفرجين، سواء لجنة تحكيم أو طلبة أو الأساتذة على هيئة التدريس. طيب العرض هيبقى اسمه ايه المسرحية اسمها ترابيزة العشاء، تأليف صديقي أحمد الحداد، إخراج أنا، وديكور معايا طالبة اسمها جنة بالكلية، هي بتعمل ديكور. والموسيقى برضه طالب معايا اسمه عبد المالك، هو اللي بيعمل الموسيقى معايا برضه. فأنا معتمد بنسبة كبيرة، كل العناصر بتاعتي طلبة، بحيث إن إحنا نطلع كوادر جديدة يعني في الكلية أو في الجامعة وفي محافظة الفيوم عموما يعني. طيب هتتعرض امتى؟ إن شاء الله المهرجان هيبدأ يوم 8/12، يوم الأحد. إحنا إن شاء الله عندنا هيبقى 15/12، هيبقى يوم الأحد برضه. فنتمنى طبعا إنكم تشرفونا، وإن شاء الله دعواتكم لينا، وربنا يكرمنا جميعا إن شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. بالتوفيق.